السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبابي أعزائي، صلوا بينا على رسول الله. انتظرت طويلا حتى أعرف بعد إغلاق باب الترشح في نادي الزمالك هل سيتقدم آل منصور الترشح، والحمد لله وبفضل الله لم يترشح أحد من آل منصور، وعلى رأسهم معروف مرتضى منصور. وعشان كده حبيت أتكلم وأقول شيء ما كان في نفسي أقوله، ويا ما قلت كتير. أنا الحمد لله بفضل الله لا أخاف إلا الله، فقلت كثيرا وانتقدت كثيرا عندما كان موجودا، ولكن الآن أتكلم عن شيء ربما يكون نهاية دولة مرتضى منصور، نهاية دولة مرتضى منصور، وبالتعبير الأحسن والأصح نهاية شارون الكرة المصرية، نهاية شارون الكرة المصرية. فهو كان إنسان لا يعبه ولا يهتم بالإنسانيات ولا يهتم بالعادات والتقاليد والأصول ولا يهتم بالأخلاقيات والفضائل، وهذه الصفات كلها كانت تنطبق على شارون، ولذلك أطلق على مرتضى منصور شارون الكرة المصرية. وبفضل الله تم انتهاء دولته إلى غير رجعة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد تهنئتي لنادي الزمالك بالعودة الكبيرة إن شاء الله بعد الانتخابات. في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله.